السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين فيديو جديد. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش نداء دعوة حلوة لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مبينا مباركا من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. معانا النهاردة طريقة عمل القراميط. معايا بصلتين كبار أنا مخرطوهم على إيدي ناعم. حطيت 3/4 البصل في زيت على النار عشان اعمل تسبيكة، وبقية البصلة بحط عليها فلفل اسمر وكمون وملح وسنة شطة كده، وبقوم ضحكاها كده مرتها بايدي عشان ادبلها، عشان هحشيها راس القرموط ان شاء الله. بعد كده بقلب معايا البصلة، مش عايزاها تتحرق من الجوانب، فبقلبها باستمرار كده ايدي فيها. ومعايا قرن فلفل اخضر، نص قرن، بحط منه شوية صغيرين كده على الخلطة بتاع الدماغ او بتاع راس القرموط، وبعد كده بحط الباقي في التقلية وبقلبه مع بعضه. بعلي معايا الطعم، بخلي التست روعة يا بنات. طبعا القراميط معانا متنضفة ومغسولة كويس جدا يا بنات. معايا 1.5 كيلو من الطماطم، انا ضرباه في الخلاط ومخففاه بالميه ومصفياه، وبضيفه على بعد ما لون البصل وصل للون المطلوب، اللون اللي انا عايزاه. بقوم حاطه عليه الطماطم المتصفيه، بضيف فلفل اسمر وكمون وسنه شطه وملح وشويه سكر صغيرين عشان اعادل حموضه الطماطم معايا. طبعا معروف ان السمك بيحب الكمون يكون كتير، فانا بكتر الكمون للسمك. وشويه الشطه دول صغيرين، لو انت مش حابه شطه او بتتعبي من الشطه مش ضروري تحطيها، بس هي لازم تبقى حاره شويه يعني. وبحط معايا بقيه قرن الفلفل اللي انا قطعته نصه في التقليه، والنص التاني وحته منه حطيتها على المرتة بتاع راس القرموط. هنا اغطي عليها واسيبها تتسبك شويه. بعد كده هنقلها على العين التانية واسيبها على نار هاديه تتسبك عبال ما عبال ما احمر القراميط. القراميط بتحطيها تتحمر في دقيقه عادي، طبعا موطيه على التسبيكه النار يا حبايبي. هنا حطيت كمان على خلطة راس القرموط شوية شبت صغيرين كده. القراميط بتحطيها، بتقدحي الزيت الأول وبعد كده بتحطيها في الدقيق، تعفريها بالدقيق وتنزليها في الزيت، أو ممكن تحطي على الدقيق شوية مية وتبهريه بشوية كمون وشوية فلفل أسمر وشوية ملح، وتحطي السمك القرموط تحطيه فيه. طبعا القراميط معايا متنضفة كويس ومسلوخة، عشان كده أنا بحمرها. بنحطها في الدقيق او نعمل لها خلطه زي خلطه القرنبيط، زي ما هو واضح في الفيديو كده، زي خلطه القرنبيط. بس طبعا مش بنحط لها بيض ولا حاجه يعني، ده هو شويه دقيق بنخففهم بشويه ميه وشويه بهارات وشويه ملح وخلاص. هنا كنت بختبر الزيت بشوف اتقدح ولا ايه، لازم الزيت يكون مقدوح عشان القراميط ما تلزقش منك. هنا خلاص بقى كنت انا هشيلها واحطها. طبعا لو انت حابه تحطيها بالدقيق من غير ما تعملي كده، الدقيق اللي هو تعفريها بالدقيق الجاف تبقى كويسه برضو، متبقاش وحشه، بس انا حبيت اعملها بالطريقه دي. ما تنسيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب في القناة، فضلا وليس امرا. بشكركم على دعمكم ليا، ربنا يبارك فيكم يا رب، ما تحرمش منكم ابدا يا حبايبي. بشكركم شكرا جزيلا. كل الناس اللي بتسيب لي تعليق حلو بيفرحني من غير ما يعرفوني، انا بشكرهم وبحترمهم. ربنا يا رب يبارك فيكم. كل الناس اللي بتضغط على اللايك، ادعموني يا جماعة باللايك، شكرا لدعمكم ليا.
شفت الحركة بتاع راس القرموط دي؟ احترسي منها طبعا، لان راس القرموط بيبقى فيها مية، فعملت معايا الحركة دي. قدحت على الرز وغطيته بالغطا، كمرته شوية كده عشان انا بحب اشم ريحة الزيت المقدوح في الرز. ولازم تقدحي الزيت للرز قوي على النار، لازم تقدحي الزيت جامد، لان الزيت لما بيتقدح بيزيد شوية معاكي، وكمان بينزل يطشطش على الرز كده بيخليه روعة. هنا طبعا انا لازم احط راس القرموط الاول، لان زي ما احنا عارفين احنا حاشينها مرتة، اللي هو البصل اللي احنا عملناه، فاحنا حاشينها. لازم نحطها تاخد غلوتين 3 قبل القراميط. طبعا كل القراميط متحمره معايا وفله ازاي. طبعا انا اختصرت الفيديو لان القراميط بتغيب في التحمير، يعني ممكن تقعد لك ربع ساعه تلت ساعه في النار، في الزيت على النار، فبتاخد وقت. بعد شويه انا هفتح هشيل الغطا من على الرز واشقه، لكن انا بحب ان انا ايه اكمره شويه كده. هنا طبعا احط راس القراميط الاول، ليه؟ عشان المرتة اللي فيها تستوي زي ما قلت. وبعد كده بقى هبقى اضيف القراميط قطعه قطعه بقى، مش قطعه قطعه، يعني اضيفها كلها مره واحده. انا بحاول اقلب راس القرموط مش راضي يتقلب معايا يا ابن اللذينه. بعد ما راس القرموط خدت لها 3 4 غلوات لوحدها كده، بضيف بقى ايه بقيه القراميط معايا. طبعا لو في زيادات او حاجه كده بشيلها وبقوم ضيفاها. طبعا لازم تبرد معايا القراميط، لازم اكون محمرها الاول واسيبها تبرد في الطبق، عشان ما ينفعش القراميط تبقى سخنه طالعه بتلهلب من الزيت. وكمان التسبيكه تبقى سخنه اضيفها في بعض هتبخبخ يا جماعه، سخن مع سخن ما ينفعش. طبعا هنا بدوق ملحي بشوفه مظبوط، لقيته محتاج سنه، قمت حاطه لها شويه دقه كده او ملح مبهر عشان ادخلها الفرن. ما عادش هينفع احط لها اي حاجه، احطها تتشمع كده تحت الشوايه في الفرن، تحت الشوايه يا بنات، مش هشغل الفرن من تحت. خلاص هنا هشق الرز بقى واقلبه كده عشان ما يجلفش معايا. شايفين الرز ابيض ومفلفل ازاي؟ احلى حاجه، انا بحب اكل الرز الابيض ده حاف. تخيلين؟ ممكن يكون ان انا اقدح له الرز او احط له زيت كتير مش مفيد، لكن انا مش صحي، لكن انا بحبه كده. مين زيي بيحبه كده؟ معرفش اكل اي رز، اي رز لما يكون مقدوح له زيت، معرفش اكله كده من غير زيت بصراحه. طبعا هنا بشقه بقى كده وبفلفله وبقوم مغطيه عليه وسايباه. قرامات احمرت معايا زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم يا بنات؟ ولا الريح؟ يا لهوي على الريح، ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي يا بنات.